ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صلوا بينا على الرسول عليه الصلاه والسلام. وتعالوا ننضف بقى. ايه، انا لميت المواعين لقطه كده ملهاش لازمه، قلت يا بنتي تعالي نضفي الركن ده مليان ايه. طبعا بقى المواعين والرفس بيخلوا الحوض اهم حاجه. بس ايه، ترتبي. انا عامه شلت المواعين من هنا، السلة تحت هدومي، لان هنا مكان الكوبايات، بس عشان ما تتزفرش من ريحه المواعين، ولا اكثر ولا اقل يعني. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. نملى الازايز الاول. نضفنا ركن، املى فيه الازايز انضفها وبعدين قبل اي حاجه، ضمان مثلا ان انا الميه ما تقطعش. الناس بتقولوا انتوا بتحطوا الميه ليه كده مخصوصه؟ يعني ممكن تبقى جايه تقطع، اجي اعمل كوبايه شاي ما الاقيش بق ميه، تبقى ايه العمليه سهله بقى. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. صلوا على الرسول، صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا الكوبايات مش عشان نضيفه نسيبها كده، لا، لازم تدعك دعكه محترمه. لو في بقى غساله اطباق وكلام من الناس فيه ده، ربنا يرزقنا ونسيب. بس انا عامه بدل ما ارص اقعد اغسل. دي عايزه الناس اللي هي ايه، اللي هو السهل في السهل يعني، اللي هم يعني ربنا كرمهم شويه، عقبال ما ربنا يكرمنا ونجيب اهو. في كوبايه لازم فيها سكر. احلى حاجه بقى ست البيت انها تسيب الحنفيه تكون مفتوحه شويه، مش تبذير ميه لا، بس يعني ايه، العمليه تبقى لو في اي حاجه في الحوض تنزل، اي حبايه رز، اي حاجه ميه كتير بتنزل ايه، بتنزل الدهون اللي في الحوض، او مثلا الرواسب اللي في الحوض، ما يبقاش في حاجه متجمعه. معايا انتوا ولا لا؟ خليكم معايا. نعمل بقى من تحت الحوض كده. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يكملها بالستر علينا يا رب، وما يحكمناش لحد، وينجينا ويجبرنا ويسترنا. اللهم امين يا رب العرش العظيم. بالنسبه للناس اللي بتقعد تولول كتير، ممكن نشوف لكم حاجه تحزن تولولوا فيها اكتر، يعني هيبقى مستوى التولويل عالي في الحاجات اللي زي دي. عشان شوفي يا اختي، شوفي عملت ايه، وتنكوا بقى تشهقوا وتتفرد وتنتنوا. العمليه مش ناقصه يعني، العمليه مش ناقصه. ممكن كل واحد، انا على المشكله ان انا عارفه كل واحد عله، بس انا مش هقعد اردح بقى. ان وصل الامر للرديح مفيش اكتر من كتابه البوستات اللي بتقول الكلام. انا مش هقعد اقول ايه، اعرفك ان انا فاهماكي بس. بقعه في حاجه تروح مع المنظر بس كده يعني. اي حاجه في الدنيا كده بتتنضف بتبقى زي الفل مع الوقت اهو. اي نقطه، اي فرفوته، اي حاجه، اي فرفوته
طبعا اللي بيساعد اخوه الانسان ربنا بيساعده. ان كان في حاجه اخيه كان الله في حاجه. بس هي قاعده كده. البوتاجاز ده بيقولنا كذا مره كوبايه الشاي نعمل عليه بس، او تسخين لقمه، بسخن رغيف، بسخن حاجه، مفيش اكتر ولا اقل يعني. بقى في حته انا معاك اهو. اوعوكوا تروحوا في حته. اي فرفوت بيساعد حد من اخواته ربنا بيساعده بيسهل له اموره. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا يكرمنا ويفتح لنا أبواب الرزق والرحمة ويفتح لنا أبواب الخير. اللهم آمين يا رب العرش العظيم. في هنا حتة إيه ملطشة، كل ما أشوف أقول هعملها ما بعملهاش. اي دهون اي حاجه. ربنا سبحانه وتعالى بيكون في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يعني سيدنا النبي ما ايه كلامه طبعا صدق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد بيصلي على النبي لما ربنا بيجبره ويديه، واحنا طبعا ما بنفوتش الصلاه على النبي. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. تعالوا نكمل بره. هنا المطبخ راح زي الفل. شايفين بقى الشباك اول مره افتحه نزل روبه كده، والحته من الكوش اللي كانت محطوطه فيه نغسلها ونحطها تاني برضه ما يضرش. ليه بقى؟ علشان التراب متكون والجو كان تراب، فلازم نحط ونقفل قفله الشتاء. جت في عينيا. انا جايبه الفيديو عند حاجه يعني منظرها بصوا مهباب. القماشه مليانه تراب كأن احنا يعني ما بننفضوش. هو فعلا انا ما بشيلهاش.
الفشه دي حاطينها علشان ايه؟ تشرب التراب بتاع الجو يعني. بتقفل كده، بتحوش التراب من انها تتسرب لجوه. الباسكت بتاع الزباله حطاه لان في زباله بعصركم يعني فوق عايزه تسيح منه، فانا سايباه كده يبوش. هنا انا سايبه الباسكت يبوش علشان العمليه تبقى ايه؟ ما يتأذيش. شايفين؟ كنت جايه من ورا بغسلها المره اللي فاتت. الدنيا بصوا الارض بتبرد، هوريها لكم كويس ان انا دعكت كله ما خليتش حاجه يعني. كنت بس ماسحه من ورا البوتاجاز الغساله المره اللي فاتت، ودلوقتي بعيد المساحه برضه. تمام كده الدنيا راحت زي الفل، مفيش الا الباسكت هيتمسح والجردل بيتملي والحوض زي الفل خلاص. الارض اهو والشباك اهو. ما تنسوش بقى ايه تتفرجوا وتحطوا اللايك والذكر اللي احنا متعودين عليه ده.